بتحبوا تاكلوا كيكة قدرة قادر وزي حالاتي مستصعبين خطواتها الكتير واللي بتتعبنا وبترهقنا؟ تعالوا النهاردة نعمل قدرة قادر الكسلانين بطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما نبدأ وصفتنا ما تنسوش اللايك والشير. معانا باكت كريم كراميل من كوكس، حطيت عليهم علبة قشطة وكوبايتين من اللبن، هنقلبهم مع بعض كويس وبعدين نرفعهم على النار لحد ما القوام بتاعها يغلي معانا وتحسوا ان هي بدأت تتقل، نرفعها من على النار على طول. تمام. هنجيب بقى كيكة جاهزة من أي ماركت. أنا هنا كنت عاملة كيكة شوكولاتة لغرض ما، فهي الحقيقة اتعملت كيكة قدرة قادر بتاعت الكسلانين. تمام. هتجيبوا انتوا الكيكة وتقطعوها وتحطوها في القالب بتاعكم، وبعدين هننزل عليها بالخليط بتاع الكريم كراميل اللي عملناه سوا، وهو سخن كده ننزل عليها. هتلاقوا الكيكة بتاعتنا طلعت لفوق والخليط بتاع الكريم كراميل نزل لتحت. وبس كده، ده بقية الخليط. هندخلها التلاجة لمدة ساعتين، هي جمدت كمان قبل الساعتين بس عشان تبقى متماسكة معاكم اكتر هندخلها التلاجة لمدة ساعتين. هنا بعد الساعتين بصوا بقى الجمال في منتهى السهولة والبساطة بمكونات بسيطة جدا جدا. بقى عندكم قدرة قادر اللي نفسكم تاكلوها وكسلانين تعملوها. وبس كده، زينتها بالكراميل اللي في الباكت بتاع الكريم كراميل، وادي بقى شكلها خطير وطعمها قمر بجد. جربوها هتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو جربتوها اكتبولي في الكومنتات رأيكم. وبصوا بقى الجمال والحلاوة متماسكة وخطيرة بجد، وسهلة وسريعة جدا جدا، وهتنقذكم في الجو الحر ده. يلا سلام.